تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام. شكري بوزياني، وصلنا ل 10 و13 دقيقة. أغنية حلوة برشا نهديوها لجميع الأمهات، ربي يفضلهم وربي يمتعهم بالصحة، والله يرحم كل أمة وفاة، إن شاء الله تكون من أهل الجنة يا ربي. وأول فقراتنا في عندك ما تختار تكون من خلال فقرة هات نحكيوه. هات نحكيوه. موضوعنا اليوم يتطرق من خلاله برنامج عندك ما تختار لرخص البناء. شنو الوثائق اللازمة لاستخراجها، مدة دراستها، معالم استخراجها، إشكاليات الحاصلة جراء البناء الفوضوي في تونس، وهذا الأهم، ودور المهندس المعماري في هذا. برشا مواضيع وبرشا أسئلة باش نطرقوا لها مع قاسم وصالح، لكن قبل خليني نستقبل ضيوفي من خلال فقرة ضيف الأحد. ضيف الأحد سعيد جدا بحضورهم بحذانا مدام وفاء القندوز، مهندس رئيس مدير الإدارة الفنية ببلدية المنستير. صباح النور مدام وفاء. صباح النور، صباح النور ليك والساده المستمعين الكل. نحب نحييك نهار تحد، نهار راحتك، فطور ما طيبتش نصورك. جيت بحذانا على الصباح. تحياتنا ليك ولكافة افراد العائله. وحاضر معنا سي مراد بسباس عن هيئه المهندسين المعماريين التونسيين، عضو المندوبيه الجهويه بالمنستير. سي مراد اهلا وسهلا. صباح الخير ديلي، صباح الخير جميع مستمعي اذاعه المنستير. مباشره قاسم نمشيو للصلب الموضوع، وبرشا اشكاليات خاصه في الجزء الاول اللي باش نطرقوا له هو البناء الفوضى. صحيح، هو احنا حابين نحكيو اليوم على الرخص البناء والتداعيات نتاعها اللي هي من اسبابها تخلي فما البناء الفوضوي وغيره كل شيء. وحابين نعطيو شويه ارقام. حابين نقولوا اللي حسب البيانات الصادره عن وزاره التجهيز والاسكان اللي بدات من 2019 فما سجلنا تراجع كبير في عدد رخص البناء الممنوحه للعدد والعدد المساكن بنسبه 30%، اي ما يعادل 6000 مثلا 6000 رخصه. فما لبناء 11400 مسكن. رخص البناء هذه تتراجع زاد من 22761 رخصة سنة 2015 وصلت إلى 15086 رخصة سنة 2022. إلى جانب كيف تقلص عدد المساكن من 43488 مسكن إلى 27400 مسكن من 2015 إلى 2022. هذه الإحصائيات تهزنا باش نقولوا اللي راهو فما عديد المشاكل في عدم إعطاء رخصة البناء. لكن نعرفوا رخصة البناء فما يلزمها برشا أوراق وبرشا حاجات اللي الحقيقة باش نشوفوهم من دو فولي. نشوفوا من الفولي اللي هو المواطن العادي اللي باش يقدم الرخصه نتاعو، وهنا كيفاش تتفاعل البلديات معاه باش تعطي الرخصه نتاعو، وزيد من بعد في الفقره الثانيه باش نعطيو شنو الاوراق اللازمه. ومن ناحيه ثانيه نشوفوا الباحثين العقاريين ولا كيفاش يزيد الرخصه نتاعهم والتعطيل الكبير اللي قاعدين يشهدوا فيه. ونقول تعطل اني باحث عقاري معناتها تعطل معناتها مجموعه كبيره من الفاعلين معناتها في البحث العقاري، من عمله من كذا اكسترا. دونك هذا الكل نشوفوا هذا اكثر نشوفوه مع ضيوفنا اليوم. نحب نرحب من جديد مدام وفاء وسي مراد، ونحب نسالك مدام هل الرخص البناء فما ديما اشكاليات في اعطاء رخصه البناء، وديما فما وقت، واحنا كيما نقولوا احنا بالخاص نحكي او نيفو مواطنين توا مش تعطيه رخصه ولا مش تعطيه رخصه مش يبني. ومن بعد واكثر من هكا نلقاو البلديه تتغاضى والا من غير علم ولا كذا على اعطاء الرخصه. نلقاو البناء اطلع في مناطق معناتها ساعات غير مؤهله باش تعطي فيها رخصه نتاع بناء، بعد نلقاو عمارات في البلاصه هذيك، وبعد نقعدوا نقاسيو، وبعد يولي حق دستوري يولي طالب بالضوء ويطالب بالماء كل شيء. الاشكاليات هذوما شنو الاسبابها من الاول؟ نحب نعرفها. ساعة من الأول باش نبداو. المواطن عنده حقوق وعنده واجبات. بالضبط. حقه أنه ياخذ رخصة، ومن واجباته أنه ينضبط للقوانين المسيرة لبلادنا اللي تخليه يزم ما يبني إلا بمقتضى رخصة. هذا المبدأ معناها اللي نبداو به. اثنين، كانش نحكيو على بلدية منستير، فما تعطيلات صارت الحق هي في العام الأخراني معناها بعد حل مجالس البلدية، وهي تواتر الكتاب العامين على يعني الإعفاءات والتسميات وما يترتب عن ذلك من قرارات معناها يلزمها تتبدل نتاع تركيبه اللجنه. وفما حاجه زاده حتى المسؤولين يقول لك ما نحبش ناخذ قرار وما نحب نصحح على حتى ورقه نظرا للشيء اللي كنت تحكي فيه. ممكن حتى على في الصلب الاداري زاده كان فما تعطيلات وفما لا، هي التعطيلات الحق اكثر كانت في مستوى تغيير القرارات. معناها يلزم تركيبه اللجنه تضبط بقرار يصادق من طرف اللجنه معناتها السلطه الجهويه، وتصير اذا كان فما تكليف او تفويض لشكون باش يترأس اللجنه، خاطر ما ينجمش الكاتب العام يترأس اللجان البلديه الكل. كانت قبل فما
المجلس البلدي يكلف كل مرة عضو من أعضائه برئاسة لجنة من لجان البلدية. فاليوم فما إدارة أكهو كاتب عام هو الوحيد اللي خذا مهام المجلس البلدي والإدارة البلدية اون باراليل. دونك صارت وأنه الحق صارت لنا تعطيلات، وهاو بحذنا سي مراد ينجم يقول لكم في مرة من المرات اضطرنا أن رفعنا اللجنة وإحنا هي منعقدة على خاطر تم إعفاء الكاتب العام نهارتها، دونك ما عادش عندها حتى صيغة قانونية للانعقاد. هذا الكل شنو ترتب عليه وأنه عندنا برشا ملفات ولات موجودة في الإدارة البلدية، وبأنه كل جمعة يعني نعملوا لجنة. الحق موجود عندنا فما بعض التعطيل اللي صار في مستوى معناها لجنة رخص البناء ببلدية المنستير. هذا فيما يخص البلدية معناها نحكي لك. واضح. أعطينا التصوير كيفاش تبدا مدام. أنت مواطن صب دوسي عن طريق مهندس، ولنا باش نرجعوا مع مراد على حكايه المهندس، خاطر فما برشا مواطنين معناتها يخدم مع المهندس كان على البلان وكاهو. تاخذوا المطالب هذوكم تدرسوهم مع بعضهم، قداش تقعد مده الدراسه مثلا؟ هو كان نحكي لك علاش بديت لك انا باللي صار في بلديه، خاطر هي مضبوطه بالقانون مده دراسه الملفات اللي تتحط معناها الرخص البناء واللي هي محدده ب 45 يوم معناها لدراسه الملفات. هذا في الاجال العاديه معناتها اللي اذا كان ماشي قريبه ولا حاجه. اللي يصير هو انه شنو المواطن كيف يصب الملف نتاعو عن طريق مهندس معماري، فما معاينه فنيه تقوم بها المصالح البلديه، ثم تدرس الملفات من البلديه معناها الاداره الفنيه البلديه، وتحال بعد للجنه. بعد اللجنه عندها القراءه نتاعها، يا اما الموافقه او عدم الموافقه او موافقه بتحفظات، يعني فما تغييرات تصير على الملفات. وهذا اللي بعد معناه يخلي ملف ينجم يرجع للجنه او يخرج من اللجنه هذيك ويترتب عليه قرار ورخصه بناء. ومن بعد نوليو نحكيو المواطن يندرى احترم الرخصه ولا، وجاب المهندس المعماري كان للرخصه والا كمل معاه الملف. وعلى الاغلب تو يجاوبك سي مراد يقول لك راهو حد الرخصه. حد الرخصه هو بالاغلب. لكن مادام احنا قاعدين نشوفوا اللي فما برشا عباد تقدموا الرخص لهنا، وكما قلت انت فما الحقيقه هي مش كان في بلديه المستير نحكيو احنا في بلديه الكل نفس الوضعيه، نفس الوضعيه. العباد الكل اللي لاحظناهم الكل باش نحب نقولها الكذا، العباد الكل خايفه من الارتيكل 96. تقول لك اني يا خويا ما ناخوش ريسبونسابيلتي تصيري مع شد الحبس، اني ما ناخوش ساعات راهو حاجات فيها اجتهاد بسيط معناتها باش تاخذ يقول لك لا. وحاجه اخرى اللي هي الثانيه اكثر حاجه اللي هو فما فراغ وفما ما فماش ساعات دي تكنيسيان في البلديات، ما نحكيش على بلديه المسير نحكي اون جينيرال، اللي يعطي بخاطر كما قلت انت اللجنه تخرج ما فماش باش تكون ان كونيسور يمشي باش يعرف فريمون اسكو تستحق باش تعطي رخصه وكذا. ثاني حاجه كما قلت لك هم الملف هذايا مقسم على جزئين. فما جزء المواطن العادي اللي هو الملفات نتاعهم ديما نحكيو احنا في حدود 400 متر مربع، بين 80 و 400 متر مربع معناتها هذايا لا موين. اما نحكيو زاد على الباحث العقاري اللي باقي المده، خاطر الباحث العقاري راهو كما قلت لك فيه معناتها توت ان سيستيم. معناتها اذا كان هو نهار ما يوخر ما يخدمش راهو خدامه كل توخر، نهار ما تخدمش دونك عجله اقتصاديه كل توخر. دونك لهنا مادام حبينا نفهموا بالضبط معناتها من حضرتكم وبعد نحكيو مع سي مراد، هل الرخص هذايا وهل لونتور ادمينستراتيف اللي راهو فيه الحقيقه في البعث البلديات باش نقولوا اغلبها اللي موجوده اللي يسبب الحقيقه في بطء كبير باش ناخذوا هالرخصه هذه صحيح؟ فما كما قلت انت توا بعد ما تم معناتها الغاء المجلس ونحيت رئيس البلديات معناتها تنحاو كل شيء زادت ازمه الوضعيه، لكن المواطن شو ذنبه؟ لا هو ديما نرجعوا للجمله الاولى، راهو المواطن كيف يصب ملف مضبوط بالقانون وانه يستنى الاجابه على الملف. قلت لك اللي صار نحكي لك على بلديه مستير ومن بعد نجموا نتوسعوا في اكثر بالضبط. من بلديه مستير اللي هي فما اجال قانونيه لدراسه الملفات. اغلب اللي صار لنا الحق تعطيل صار لنا مع التراث. احنا فما مواطنين ملفاتهم وقفت بما انه تتطلب ترخيصا من المناطق المجاوره المعالم التاريخيه او المرتبه، هذه يلزمها تراخيص معناها، وهذا نجم يقول لي زاد فيها اجال 60 يوم يقول هي فيها اجال بالقانون. اما ما فماش طريقه تتجاوز الراي التراث باش تعطي رخصه. قولها مادام ما فماش شكون ياخذ ديسيزيون ويعطي، ما فماش ريسبونسابل يتحمل مسؤوليه. هي تنجم تعطي الرخصه، اما راهو من بعد اذا كان تبين وانه فما حاجه تمس التراث فتولي تطبق مجله حمايه التراث وتولي فما عقوبات. ايه مادام هما شهرين يعطيو شهرين باش يثبتوا في هذا الكل، ومعليش يزيدوا شهرين وما عنده 45 يوم. هو المطلوب شنو؟ وانه كما المواطن ينضبط للاجال القانونيه، الادارات زادت تنضبط للاجال القانونيه. وتوا نحكي اي كومبري احنا كبلديه مستير مطالبين بانه نحترموا الاجال القانونيه.
وهذا حتى في باله معناها سي مراد قبل التغيير الاخراني اللي صار في البلديه، وان شاء الله زاد مع سي محمود اتفقنا في نفس نجو تحيه سي محمود بونواسي. اي نعم. اتفقنا وانه باش نحاولوا بورا ترابيك التاخير اللي صار انه نعملوا دو كوميسيون، واحده تخصص للباعثين العقاريين. والمبدا شنو هو؟ وانه اذا كان فما عندهم، خاطر هما للباعثين العقاريين بالنص نتاعهم عندهم امتيازات تعطيهم لهم الدوله، فما تنجمش تكون الدوله هي بيدها تعرض في روحها في ان تعطلوا على مستوى رخصته. من هذا ديما نرجع انه راهو الاشكال اللي صاير في رخص البناء ينقسم لثلاثه حاجات. يقولهم لكم بعدكش بالك عملنا دي ستاتستيك مع مراد. دونك مراد عنده عملنا ايتا شنو هي الصعوبات اللي عندنا في اللجنه. شوف احنا بالنسبه الميكروب ربي سي مراد، بالنسبه لموضوع رخص البناء، المواطن جينيرالمون من الاول يتصل بمهندس معماري باش يحضر له الملف تاع رخصه. نهار السؤال اليوم توا برشا اسئله متداخله في الموضوع، نجاوب عليه بشويه. باش نحكيو على الروتار اللي في الصاير في البلديات، وخاصه اليوم في بلديه مستير الوضعيه الخاصه. اعطينا توا اسباب الروتار اللي مثلا اسباب الروتار جاوبتك عليه مدام وفاء، وهي نجم معناها اكثر واحده مؤهله باش تجاوب على السؤال هذا. احنا اليوم كمهندسين معماريين من الناس المضرورين من الروتار هذايا، من مصالحنا كمهندسين ومصالح المواطنين اللي احنا نمثلوا فيهم. لكن اليوم صحيح تقول مدام وفاء راي التراث، لكن فماش كان راي التراث اليوم بالقانون ما يقول 60 يوم. اليوم راهو ما نعرفش، هي ما حبش تحكي على الواقع، لكن الواقع يفوت اكثر برشا ب 60 يوم. اليوم فما ملفات تقعد بالعام باش تدرس في التراث وترجع، فما اعوام معناها. هذا كله على ساعات راهو ما نحكيوش على بروموتور، نحكيو على مواطن عادي. ناخذوا اكزامبل بسيط، مواطن عادي باش يبني دار عربي في وسط السور باش يرممها، يستنى راي التراث، يقعد بالعام يستنى. البعض تلقاه مازال ما جاش راي التراث، تلقاه بنى وكمل وصي. وراي سي مراد مش كان تراث، تبني بحثة سكنة عسكرية يظهر لي كيف تبني بحثة أي وزارة كيف معناتها احنا جبدنا تراث احنا جبدنا اكزامبل بتاع التراث. أما راهو معناتها الأمثلة عديدة وعديدة. عنده قطعة أرض تجي على طريق مرقمة، ولا تجي على الدومين ماريتيم دو ليتا دي بي ام، كيف مع إدارة التجهيز راهو نفس الاشكال، نفس التعطيلات هذوما ما يوصلش البلديه، مازال المواطن يحضر في الملف نتاعو باش ياخذ القرارات التصفيف هذوما راهم ياخذوا وقت. لان ما احنا منا كمهندسين معماريين نيابه عن المواطنين اللي نمثلوهم نطلبوا بكل لطف الادارات هذوما الكل يسرعوا في الاجراءات، بتاتر ناقصين افكتيف، بتاتر حاجه باش ما يعطلوش المواطن في راهو قرار تصفيف على قرار تصفيف يقعد 3 شهور باش يحضر من إدارة جهوية التجهيز اللي يبدا على طريق مراقبة. نقص في الإفكتيف صعيب شوية، ما ممكن فما قوانين غير محاينة سي لو مومون تو باش يصير لها الميزاجور نتاعها باش او موا معناها تتسرع على الإجراءات والمواطن ما يتعطلش. معناها احنا توا حكينا معاكم سي مراد ومدام وفاء على العلاقة البلدية أو دور المهندس مع الإدارات الأخرى. زاد حبيت نطرح سؤال هنا. الإدارة التونسية كما لوناس كما سونيد كما ستيك في تحضير الملف سواء للبعث العقاري أو للمواطن العادي كيفاش يتم؟ يعني يتم مسبقا أو خاطر فما ناس اليوم حاضرة الرخصة متاعها واخذة حتى إذن باستغلال الطريق العام، لكن تلقى تعطيلات مع اللوناس، تلقى تعطيلات مع سونيد، يقول لك إني مع ستيك، يقول لك الكياس هذا مازال جديد تحب له من 10 5 ولا 7 سنين باش تنجم تعدي اللوناس ولا الماء. معناها لهنا كيفاش في تحضير الملف من الأول يتم يعني التواصل مع الإدارات هذه؟ باش نبداو من الأول. راهو رخصة البناء منبثقة على تقسيم فني. التقسيم الفني يتطلب وأنه الأرض هذه ولا القطعة الأرض هذه راهي قابلة للربط بكل الشبكات. دونك مفروض وأنه أي مواطن بعد ما ياخذ رخصته ما عندوش إشكال في الربط بالشبكات. شنو الحاجة الوحيدة اللي تنجم أنت تو طرحتها؟ وقت اللي يبدا مجاور الكياس الجديد، خلينا نتفقوا من الاول اللي هو الكياس هذا راهو مال عام زاد. انت كي تصرف عليه من المال العام ونعرف حتى البلديه ترسل بلاغات تتاكد من خلال اللي عنده اشغال يعملها قبل ما نكيسوا الكياس ونكملوا الكياس. اكثر من البلاغات احنا وصلنا في البلديه وانه عملنا بورتا بورت، ولينا ندقوا على الديار يا ودي كان عندك ربط بالشبكات راهو معناتها وقته، واتصلنا بالادارات للتسريع. انا نحكي لك وانا مباشره الموضوع هذا، معناها نحكي لك اون كونيسونس دو كوز. انت ما زلت كي كملت كياس من هنا، صدقني عندنا كياسات تو حاليا مازلنا كي كملنا خلصناهم. ويجيك يما باعث عقاري يقول لك اجا راني باش نربط،
الوغ هي البنيه ماك تعرف البحث العقاري معناه يتطلب عام ساعات ولا اكثر من عام هو حتى للبنيه. مش كان باعث عقاري، حتى ها المؤسسات باش الأخرى. نجيو كان السونا باش نجيك للمواطنين زيد، خاطر راهو السونيد والستيك تجيك بناء على طلبات المواطنين. احنا مالوريزمون في تونس هذا اشكالنا. شفت في اي دوله تاخذها راهي عمليات هذوما نتاع الربط والتهيئه والكل تسبق البني. احنا مشكلتنا انه احنا ديما البني سابق واحنا لاحقين وراه. هو هذا قدام راهو بالحق نحكيو فيه احنا تو نحكيو سامحني الكلمه في العوج اخي تو احنا هذا كل فماش استراتيجيه اللي غدوه البلاصه هذه مش تولي فيها بني، اللي بلاصه هذه باش تعدى فيها كذا. علاش احنا ملون نهيئوا ونحضروا ونعملوا له ناس ونحضروا كل شيء ونحضروا تيليكوم، ما نستبقوا احنا نستبقوا اللي البلاصه هذه مش تعدى فيها الضوء، مش تعدى فيها الغاز، مش تعدى فيها كذا. هذا تعرف وقتاش يصير في التقاسيم معناها كي نحكيو على لافهاش مثلا، لافهاش تخدم هكاك، تاخذ ان بيريمتر دانترفونسيون فونسيير، تهيئوا تحضروا تحط له الشبكات نتاعو، المواطن يجي يبني. تقاسيم الكبير جوستما كل شيء حاضر، ما هوش تقاسيم الكبيره، ما هوش الحال في البلديات في المناطق البلديه، وهذا راه عموما في تونس كامله معناها ديما البني سابق وديما الاداره معناتها متدخلين عموميين يتحركوا بناء على طلب المواطن. حتى هو باش يمشي يعمل توسعه نتاع شبكه نتاعو معناها غالبا ما تجيكش ديما على حساب المواطن. صحيح هذا هو صحيح، خاطر يحب المواطن يدفع، خاطر مش الدوله تحمل مسؤوليتها ومن بعد ثقل له متسالج، من بعد كي مش يبني يقول له راهو هكا وعندك المبلغ مزاي لازمك تزيدوا. اما احنا نخليه ما نتحركوش، خليه هو يدفع الساعه ومن بعد ما يقلقش نكسروا كياس نعاودوا زوج كياسات، خلي عباد تخدم يقول يعني هي شويه مش حاجه طرفه، يعني مش من باب الطرف، من باب انه الحق هي ما صارتش برشا، اما صارت لنا في بلديه مستير وانه مقاول خرج من هنا نتاع الكياسات في الرسيس نفكرها. لا مش في الرسيس، نفكر الطرف في الرسيس احنا معناتها انا والله كيما هكا اليوم نهار حد في داري يجيني تليفون قال لي راهو الكياس اللي مازلتوا كي كيستو محلول بكل. عدينا 3 ايام ندوروا نلوجوا شكون اللي حال الكياس، نلقاوها بعد تيليكوم. يا والله حوالي كياس جديده جديد، يعني قلت له انا مفروض انت كاداره عموميه، خاطر هي فما علاش فما احساس، فما سانس نتاع احساس نتاع سيتوينتي مواطنه، معناها انا مواطن يوجعني قلبي على كياس جديد. اني توجعني كرهبتي يا مدام، يوجعني جيبي. اني تو والله بالحار ريتهم هذوما العباد هذوما اللي كسروا الكياس يعني لازم يتحاسبوا. احنا خاطر نشوفوا يحلك الكياس يخليه محلول يضرب شهر شهرين عام، يقول لك اني كمقاول خذيت باش نحلك او ما خذيت باش نسكر، ويقعد الكياس بعد تعدى عليه مطر والكراهه بتكسر وبعد يمشي يخلص النيفينيات وبعد شكون الدور المواطن يدفع، ما يهموش هاو تكسر هاو كذا. ما فماش واحد ياخذ باش يكسر كهو، ما فماش تصليح، ديما الجهه اللي باش تقوم بالاصلاح محدده، سواء بمعلوم باش تاخذوا البلديه والبلديه مطالبه بالاصلاح بعد قداش مدام بعد ياخذ شويه وقت، بعد شويه وقت تاخذ برشا وقت. هما راهو علاش كله تو هذايا تو انت حليتها في سيركوي اكبر شويه من رخص البناء يا اما حوايج موضوع كبير هذا تو نحاول هذا يمكن تو نعملوا فيه حاجه معناتها جلسه اخرى، خاطر مش نرجع لك جوست الكيس راهو محدد بمنشور وهي فرصه راهو باش نذكروا راهو حتى احنا كاداريين ماناش مؤهلين باش نعطيو تراخيص في كياسات جديده بمقتضى منشور صادر عن رئاسه الحكومه، واللي هو يقول راه يمنع التكسير نتاع الكياس لمده 6 سنوات بعد انشائه. 6 سنوات وهذا راهو فيه باب اجتهاد زيد، معناها فما ساعات تجيك يقول لك لا ما نحب نكسر كان من هنا، بل اني نحكي لك حاجه اخرى، خاطر انا ساعات نحب نحكي على سلوك المواطن. شنو قولك انت في مواطن مازالت كي تعديت الماكينه اللي فرشت لونروبي يخرج بيوش ويحفر ولا الماكينه، قال شنو قال انا باش نعدي الماء نتاعي، شنو قولك انت؟ شو احنا معناها كي نحكي لك على متر مربع يتكلف على المجموعه الوطنيه ما يفوق 50 دينار اور تاكس. مادام هو احنا باش نقعدوش مربوطين تو في الكياس، هو فما اكثر من هكا، فما شكون ياخذ رخصه من المقاولين من الباحثين العقاريين اللي كلمتهم ياخذ رخصته واخذ كذا، يستنى في كونتور نتاع ستيك باش ما نجمش يبدا مقاولاته ما عندوش كونتور نتاع ستيك، وبعد لا ويجا وخلص وعدي وكل شيء وقعد استنى. هذا تو ايش نقول لك انت خرجت لا اني حبيت نقول لك اللي راهو مش مشكلة راهو كياس ومواطن، راهو برشا مشاكل احنا مش اليوم برشا مشاكل جوست ما حتى كي باش نحكي توا باعث عقاري ومواطن شاري ما عند باعث عقاري باش نحلوا باب اخر يمكن نتاع حوار بعيد ياسر على الرخص بناء، خليهم رجال. سامحني باش نلخص الموضوع، راهو اليوم فما اشكال نتاع تنسيق بين برشا ادارات. يعطيك الصحه. فما اشكال هذا نشوفوا فيه حتى على مستوى ملفات رخص البناء اليوم، مثلا في اداره بلديه مدام وفاء حاضره معنا، مشكل في اداره بلديه اللي فيها
المصلحه بتاع رخص البناء وفيها مصلحه تقاسيم، تطلبك باش تجيب لي التقسيم المجاور راكم نفس التقاسيم معناها نتاع الملف هذا، راكم انت في نفس الاداره. معناها ما يلزم انت كمواطن تمشي تجيب، ولا انت كمهندس تاع المشروع هذا تجيب التقسيم هذاك باش تعاود. هو البلديه اللي هما الفيزافي نتاعو المهندس، معناتها هو المهندس اللي باش يجيب المواطن، هو سواء المواطن سواء المهندس. المواطن من الاول يختار يا المهندس باش يمثله في المشروع في الملف نتاعو، يا المواطن باش يتكفل هو بالمشروع. وهو من المفروض زاد حتى عماد المهندسين تاكد عليها، راهو العلاقه ما بين البلديه والمهندس من المفروض ان علاقه شراكه وتكامل. متى موجود. حتى مدام وفاة نجم تاكدوا شيء هذا. اليوم اليوم مهندس معماري اليوم معناها يحس في روحه شريك فعال مع بلديه مستير، فحتى خاصه حتى من كسوسوا المهندسين في القطاع الخاص ولا حتى زملائنا المهندسين في القطاع العام اللي هما مهندسين معماريين كيف تابعين للهيئه، ومن هنا نقدموا لهم تحيه وخيالنا الزملاء في القطاع العام والاداريين وخاصه زملائنا في البلديات اللي كيف هما شريك فاعل للبلديات وللادارات المحليه. ودائما اكدوا ونعاودوا ننصحوا المواطنين انه يتم التعامل مع مهندس معماري في صبان الرخصه. هو بالقانون من القانون يلزم يقدم الملف نتاعو عن طريق مهندس معماري. ما عدا فما حاله خاصه ونرجعوا لها من بعد نشوفوها، واللي هي ديجا مطلب نتاع تنقيح بين هيئه المهندسين المعماريين اقل من 800 يكون هذا قانون من عام 85. هو بالنسبه للملفات اللي تتقدم ما بدون مهندس معماري. احنا خلينا نرجعوا للموضوع. الملف في رخصه البناء يتقدم عن طريق مهندس معماري، ما عدا 4 حالات اللي هما البناء اقل من 80 متر مربع، بناء مسكن فردي، هذا واضح، مسكن فردي على طابق يظل على طابق معد للاستقبال لا تتجاوز مساحته 80 متر مربع، والا التوسعه التي لا تتجاوز 100 متر مربع، والا السياج ولا حاجه داخليه لا كلوتور اي جراج. هذوما ال4 حالات. هذا قانون من عام 85. اليوم ذولي في قريب 40 سنه عام يلزموا يتنقح، وهيئه المهندسين المعماريين طلبته للتنقيح على الاقل تولي كان اسيجي، خاطر لنا باش نشوفوا الاشكاليات وحتى مدام وفاء في بالها بها، خاصه انه طرحت عماده المهندسين ترى انه المنظومه الحاليه لرخص البناء ومنح رخص البناء خلقت فوضى كبيره، انك ما تحترمش الامتار القانونيه وتلقى لنا تداخل واشكاليات بين الجيران. حتى بالنسبه للباعثين العقاريين زاد نحكيو على الباركينج اللي هو زاد من الاشكاليات الموجوده في كل المناطق الجمهوريه. معلومه خذيتها البارح بار اكزومبل اللي في سهلول فما 19 باعث عقاري متوقف على العمل على خاطر لو روتري، خاطر البلديه عطات الاكس ما يعملش روتري وعطات زايد يعمل روتري. 19 باعث عقاري اليوم نحكي اليوم، ما دي معلومه خذيتها البارح، 19 باعث عقاري موقف على الخدمه على خاطر يقول لك اني بلديه ماهيش ماشيه معايا باش تعطي، ماهيش اكيليبر معايا، علاش هذا تعطي وهذا ما تعطيش وهذا تعطي. طبق القانون اللي يقول الريتريك سواء بالكياس الموجود وكل شيء. دونك هذا مثال من الامثله. اما احنا نحب نرجع لصلب الموضوع اللي المشكله في الرخص ابار التعقيدات هذه البسيطه اللي نراها اني اكثر من صلب اللي هما ما فماش معناتها اراضي مهيئه، معناتها المثال التهيئه البلديه ماهوش محين كيما نحكيو على مستير وكيما نحكيو على مشكل مستير على برشا مستير اون بلان معناتها نيغوسياسيون على مثال التهيئه. هذوما من الاسباب اللي يكون نراهم اني الكبيره اللي تخلي كما قاعدين نشوفوا يذل تو التفاقم معناتها البناءات العشوائيه اللي ولات بارتو منين تدور تلقى عباد تحب تبني. أظن احنا هو حلم كل مواطن يحب يملك دويره، يدبر طريف في الليسات، يحب ياخذ ويا ارض، يمشي يلوج على ارض ارخص ارض، خذا الارض ما يعرفش عليها، صبغه فلاحيه، صبغه يقول لك اني امنيتي نسكن في دويره ما نخلصش الكري. معناتها هذوما كلهم هما حلم تاع كل مواطن. نعرف الغلاء الكبير اللي صارت، وكنت نحب نعطيكم حتى شويه ستاتستيك معناتها مالوغوزمون ملي ناس ديما ناخذوا ملي ناس اخر معناتها بالواحد فما نسبه كبيره معناتها في ارتفاع الاسعار من 2015 ل 2022 7.7% كمعدل مسجل في اسعار الشقق، و5.1% كمعدل مسجل في اسعار المنازل، وزيد 5.7% كمعدل مسجل في اسعار الاراضي. معناتها كل شيء غالي. المواطن ينفوها يلقى متنفس يرى هو يحب يبني، وفما مواطنين اخرين معناتها هذوما الكل. هالمشكله نتاع المثال التهيئه اللي يلزموا يتحين، واللي مشكوره توا وزاره التجهيز توا عملت زاد ناخذوها اكثر في الاسابيع القادمه ان شاء الله نحكيو فيها اون ديتاي. توا عملت ورشات ان شاء الله لاعاده معناتها امثله التهيئه اللي متحينش من برشا معناتها من 2014 ما صارش معناتها تحيينات وكل شيء. دونك واحنا نعرفوا احنا مثال التهيئه يفوت 10 سنين، احنا ساعات بعد عام تلقى كل شيء تبدل.
دونك هذوما هما خلي المدام الصعوبات في اللي نلقاو فيهم. برشا اسئله ما بعرف. لا خاطر نحكيو ديما بلسان المواطن. حاوش نبداو احنا تو الوثيقه الكبيره اللي تنظمنا مفروض هي مثال التهيئه. تو نحكيو عليه من بعدك شويه. مثال التهيئه هذا يندرا يستجيب لحاجيات المدينه او لا، هذا جانب اخر. اما هذاك القانون اللي يربطنا اللي هو يلزم الاداره المهندس المعماري والمواطن. الاشكال اللي انت تحكي فيه في برشا حاجات. انا مواطنه زاد حلمي ان يكون عندي دار عادي معناه. الدار هذه انا كيف شريت ارض تنطبق عليها تراتيب عمرانيه خاصه يضبطها مثال التهيئه والتراتيب المصاحبه له، واللي هو ما ينجمش يعرفهم يمكن مواطن فاسيل ما يعرفهم المهندس المعماري كي باش يتوجه له ويعرف اللي يصير. توا كي تحكي انت على اللي صاير واللي يصير، وانه كل واحد كيف يجي يبني يقول له عندك روتري 4 متر تي ما يسالش 3 متر وبرا انتفتفوا شويه على الطريق العام تي ما يسالش. الطريق العام مطالب انا ب5 متر تي عادش بيه يا اخي شنو نعمل له انا الكيس خلينا نزيد نقرب له شوي نتكشف على جاري مش تبدا بشوي. كان جارو يبدا غافل تعديت في الغفله، وكان جارو تولي شكشوكه وتولي تراتيب وتولي وقتها اشكاليات نتاع بناء واقف. ووقتها نبداو نحكيو على الجهاز التنفيذي للبلديه اللي هو ما هوش توا مواكب للقرارات البلديه، يعني حجم نتاع قرارات كبيره والتنفيذ هو اللي صاير فيه مشكل. وهذاك علاش انت ترى البناء الفوضوي قاعد ينتشر، خاطر المواطن عنده جانب زاد في باله اللي البلديه ما عادش عندها جهاز تنفيذي. ووقتها نبداو نشوفوا في اللي يبني حتى في الطريق العام، ونحكي لك على ديكا موجوده في مستير موجود وهيك علاش الاشكاليه ولينا نشرعوا احنا الناس تتجاوز القانون تعمل كما يظهر لها بحكم علاقات هو مش نشرعوا لها خاطر راهو التشريع كلمه شويه كبيره معناها نحكي على الواقع بالنسبه لنا قاعد ما فماش ما لقيناش شكون يوقف الناس هذوما عند حدهم زاد خاطر مادام ما توقفهمش اليوم راك غدوه ما عادش توقفهم غدوه هاني تو نشوفوا احنا في معناتها في وسط ودخلوا خاطر مولي بداوا شويه معناتها فما روتري برا على معناتها المناطق العمران، لكن من بعد يخطوا المناطق العمران تلقى روحك انت كدوله نعرفوا برشا احياء معناتها من غير نجبدوا الاحياء اللي بناءات فوضويه وكيما كنا نحكيو في الاوف انه مراد معناتها تجي كالكان ياخذ لوتيسمون يقسمه كما يحب يبيعه من بعد هو كيما كنا نحكيو غير مؤهل. سيدي نصر الغربيه منطقه خارج مثال التهيئه العمرانيه. اليوم كي تمشي انت تشوفها تقاسيم وقاعده بن ويطالبك بالضوء والماء والواجب الدستوري لازمك توفر له الماء والضوء. يطالبك بالماء والضوء فعلا. يعطيك الصح. احنا شوف اليوم بالنسبه للموضوع رخص بناء في 3 حاجات من الداخل. اليوم مهندس معماري انت كي باش تكلفوا باش يختم لك ملف رخص بناء عنده باش يكون عنده باش يلخص بين لو بوزوان الحاجيات نتاع المواطن المشروع نتاعو باش يخدم على المعطيات الفنيه وعلى التراتيب العمرانيه. اليوم المشكل في مثلا التراتيب العمرانيه اليوم امثله التهيئه العمرانيه ماهيش مطابقه ياسر مع الواقع الموجود وماهيش محايله صحيح ماهيش محايله. اليوم مثلا مثال التهيئه العمرانيه نتاع مستير من 2013 ديجا في 2013 دوبا خرج طلبوا التلقيح نتاعو لليوم احنا في 2024 ومازال ما خرجش وان شاء الله ربي يسهل بربي النقطه دي مراد شكون المشرف عليها الحكايه هذه؟ وزاره التجهيز شكون ينجم هي لجان بلديه بالتنسيق مع اداره التجهيز على خاطر ديما فما سانكرونيزاسيون بين الامثله نتاع التهيئه العمرانيه الكل على تونس. علاش 11 عام هي فما شويه نرجعوا تو فما شويه اجراءات عطلت كي نحكيو 2013 باش نحكيو نيابات خصوصيه مجالس بلديه فما تداول معناها ما فماش استابيليتي زاده في على مستوى البلديات فوالا معناها تتبدل التوجهات تتبدل حتى قبل في 2016 مثلا عاود خرج تنظيم 2019 يعاود يخرج لك امر ينظمك بطريقه دونك هذا الاشكال. معليش هي راهو احنا راهي الادارات مش مربوطه بالاشخاص راهو احنا بالحق الشخص وبارشا في الحكايه راهي هي حاجه سهله. تو احنا نحكيو على مثال التهيئه حاجه سهله فما استراتيجيه فما تشريك العباد اللي هي لازمها تكون فاعله. احنا مشكلتنا خاطر البلديه وسامحني نقولها البلديه تحب تخمم وحدها ما تدخلش فما فاعلين. جيب الباحث العقاري جيب اسمعهم يا خويا اسمعهم كيما قاعد صايره توا معناتها اسمع اللي معناتها العباد لي زانترفينون اللي مش يحبوا في المنطقه هذيك شنو. ومن بعد فما تخطيط مثال تهيئه يقع تخطيط حطان مثال تهيئه للمنطقه هذيك وبعد يقع تطبيقه. ما يهمناش في الاشخاص احنا مشكلتنا نشخصوا مشى اكس
دونك نبدل استراتيجيه لا كامله هو مشى مش إجريك. إكس. باش نبداو واضحين مش مشخصه هي راهي المجلس البلدي معناه هو اللي يحط استراتيجيه نتاع التنميه نتاع المدينه بمقتضى انه هو مجلس منتخب يمثلك ويمثلني ويمثل المواطنين. امانه المهندسين قالت لك مثلا من الحاجات اللي تصعب خدمه زاد المهندس هي مثال التهيئه العمرانيه. اليوم من 2013 نستناو سنه سي قصيت عليهم زدت كم تفضل. مثال التهيئه العمرانيه اليوم معناها قاعد كما يحكي سي قاسم نورمالمون هو يصير التخطيط ومثال التهيئه هو اللي خطط له. اليوم رانا قاعدين نخدموا بالعكس مالوريزمون. اللي قاعد صاير اليوم انه العمران قاعد يقدم ومثال التهيئه قاعد يتبع. هذا راهو مشكله كبيره برشا وما تنجمش اليوم تجي المواطن تقول له اقف ما عادش تبني حتى نحضر لك مثال التهيئه. واليوم كما قالت مدام وفاء مثلا سيدي النصر الغربيه فيها تقاسيم قاعده تخرج وفيها بناءات قاعده تخرج وفيها ربط بالشبكات قاعد يصير واللي هو مازال خارج مثال التهيئه العمرانيه. اللي هي تقاسيم غير قانونيه اللي هي غير باش نوضحوا للمواطن اللي حد الان راهي اللي يجمد له بلان تاع تقسيم في سيدي النصر الغربيه راهي حاجه غير قانونيه. معناتها اني هي غير قانونيه واني نعطيه الضوء ونعطيه الماء ونعطيه كل شيء وبعد نقول له راك اسمع ركباني مخالف. هو راهو الضوء والماء سامحني بربي جوست لا حبيت نقول لك جوست نكمل الكلمه. الضوء والماء راهو اذا كان مدام نعطيوه هكا تعرف شنو يصير مدام غدوه اني نمشي لاي بلاصه نبني شنو ما احنا شنو ابني وبعد سكر الكياس هذا راهو تو ناخذ حقوقي. لا هذا راهو اللي انت قاعده تقول فيه صحيح بمقتضى خاطر هي شنو الماء والضوء هذا والبناءات المنجزه والمخالفه للتراتيب العمرانيه تجي فيها مناشير تنظم جات فيها من الاول وانه بعد حل مجالس البلديه الا اللي عندهم وضعيتهم سويه ياخذوا ماء وضوء. بعد رجعت الدوله يبدو انه حق دستوري ماء والضوء والحق فما جانب معناها نذكروا فيه زميله كانت معنا في المجلس البلدي كانت تقول لك خذ نعطيه الماء هكا ولا هي مراد نعطيه الماء خير ملي يجيب لي ايبيديمي بعد موجود بالحق معناه. اليوم فما سامحني فما منشور اخر جاي من عند الوزاره بتمكين الناس اللي هما معناها ما عدا البناءات العموديه بالماء والضوء ولا يعتبر ذلك تسويه قانونيه للبناء. معناه يقعد ديما هو بناء منجز بدون رخصه. والله مادام فما بلايص R+6 وR+7 مبنيه في بلايص غير لا مجهزه معناتها مش والله تو كي نحكيو احنا معناتها بناء فوضى نقول عمل ما عندوش فلوس عمل R+1 ولا عمل دويره نلقاو عمارات شيده على اراضي غير مجهزه ومن بعد يبدا يطالب في الماء والضوء يدخلوا الماء والضوء. ما هذا المشكل سي قاسم سامحني راهو عندنا الامثله التهيئه العمرانيه ماهيش متبعه وعندنا الرقابه غياب الرقابه وعندنا كثره المتداخلين اللي ماهمش اهل لي جون دو دومين. هذا الاشكال اليوم اللي موجود في البناءات. اليوم مثلا ناخذ ستاتستيك بسيطه في صارت عام 2021 تقول لك خرجوا 100,000 كونتور تاع ستيك مقابل 20,000 رخصه كهو. كيفاش معناها 20% من البناءات من لو كونتور ستيك هو الانديكاتور تاع السكن بالطبيعه والرخص بناء 20,000 رخصه كهو. عندك ستاتستيك انت بكري ذكرت هي هذيك مقابله او ستاتستيك اكثر منك لانه كما كنتوا تقولوا الماء والضوء حق دستوري وما يملكش. هذه العقليه. دونك اليوم احنا قاعدين الاشكال زاد اليوم راهو المواطن يلزمه كي يمشي يتصل باش يختم رخصه البناء يلزمه يكون مقتنع انه راهو عنده قانون باش يطبقه وعنده واجب وعنده كذا. راهو من الاول حتى المستثمرين العقاريين اليوم راهو يلزمه يعرف كي يمشي باش يستشير اهل الذكر باش ياخذوا مش حاجته بورقه باش ياخذها ويمشي على الروح. راهو عنده بروسيسوس كامل باش يكمله من التصميم للتنفيذ للتسليم المفاتح عنده قانون كامل. لانه المشكل اليوم المواطن قاعد يتصل بمهندس معماري باش يختم له جيست رخصه حاجته بورقه باش ياخذ بها قرض ولا باش ياخذ بها كونتور الماء والضوء ويخرج على روحه وبعد يجيب متداخلين اخرين ولا يكمل وحده ولا كذا وبعد يرجع لك يقول لك ما حبوش يعطيوني ماء وضوء. والمشكل اليوم قاعدين نتعاطفوا احنا مع الوضعيات هذه. راهو المواطن هسه تم مومون يخلي القانون على جنب ويكمل وحده وبعد يرجع معناها الناس تحب تتعاطف معاه. هذا تطبيق القانون. اش نقول لك حاجه تو ولات باش نقولها وما نحشمش التوا ولات تطبيق القانون ولا بمقابل وقت اللي نحب ننفذ عليك القانون ننفذ وقت اللي نخليك مخسور باش انت بالصفه عليك تلتجئ لي وفما برشا حاجات اخرى قاعده تمشي تحت الطاوله باش اني نحلك ونعطيك وانت هذايا ريبونس على اللي قلت انت الرخص نتاع الستيك وكل شيء. فما عباد تعطل بالعاني
علاش وخاطر فما شكون يحاسب هو وفما شكون يراقب. خلينا نسهلوا شويه بربي سامحني جوست انا خاطر جو رياجير هذا خاطر راهو يمثل الاداره التونسيه وانا اليوم باش نمثل الاداره مش باش نحكي على بلديه مستير في الاجابه نتاعي. نرجع لاول جمله قلتها لك انا قصدا اول جمله بديتها لك قلت لك راهو انا عندي واجبات وعندي حقوق. انت كمواطن وحقك هو انك راهو تلتجئ للقضاء. شوف سهل وانه انا كيف ما يقضي لي شي واحد شهور نقول راهو طالب عليا حاجه. مادام قعدت ثلاثة انا نعطيك موجود شكون مشى وتوا 3 سنين وهو في المحكمه على خاطر حب يمشي يرجلوه حب يمشي حتى شيء تحت الطاوله امريكا حب يمشي مسطره 3 سنين تو قضيته في المحكمه وهو كخاسر هو البروجي واقف. ما انا ما اجابه على سؤال انا ما نعرفش اما باش ما نشخص اما نحكي لك بصفه عامه انا واحده من الناس بصفتي هاو حتى كمسؤوله في اداره بلديه المنستير. اي واحد عنده حاجه تدينه حد يتفضل للمحكمه راهو اما سهل انك انت تجي والله ما قضاليش العبد شوري راهو طالب عليا حاجه ما زاد راهو زاد مش حلو فهمت. مادام مش حكيت حلو مش حلو مش نجي نجملوا رانا نبدا نحكيو في الحقائق. حقائق يا مادام اغزلي وانت بنت اداره وتعرف شو مادام شو انا مانيش نحكي على اداره اغزلي ما نحكيش تجاوزات موجود. اسكو تقول فما تجاوزات ولا ما فماش؟ لا هي ما نحكي على راهي بلديه منستير نحكي راهو التجاوزات موجوده. شو هو الفساد موجود يعطيك الصحه بالضبط. الدنيا لا ما نحبوش نردوا مانيش ملاك فما تجاوزات فما العباد تخدم احنا مانيش نعمم في الناس فما عباد تخدم بالحق بضمير ويعطيها الصح وهذوكم العباد اللي نحبوا عليهم في الاداره التونسيه اللي يخدموا بقانونهم يعطيوا معناتها الحق كل وظيفه يعطيوا حقها. ما نحكيو احنا على اللي قاعدين يحكوا في الاداره ويعملوا في التجاوزات والعباد تبدا اوبليجي راهو حتى الاداره تبدا من توصوش انت كمديره تسمع مي كي تهبط انت لوطو تهبط اكثر معناتها العاملين تسمع اللي فما راهو موجود. نعطيك توا رايي كمواطنه كمسؤول. لو كان مش كل مواطن يخلي روحه يخضع لانه يعطي هو الفلان والفلتان راهو الوضعيه سهله. اما ها نقول لك انا راهو زاد ساعات مواطن يحب يعطي لفلان وفلتان على خاطر باش يتعدى بطرق ملتويه. علاش هي راهي منظومه شفت هي منظومه وقت اللي انا نعرف روحي نطلب في حقي مش باش يعمل عليا مزيه حتى حد لا المسؤول هذا ولا غيره. حقي هذيك مادام بربي خلينا نسهلوها انت حكيت في المقدمه نتاعك كلمه باهيه قلت تطبيق القانون وانضباط المواطن راهي هي سهله مهله. احنا نحكيو اليوم على مثلث فيه 3 رؤوس المواطن والبعث العقاري الاداره التونسيه والمهندس المعماري. راهو اليوم كمواطن نحب نتجنب هالتعقيدات والتعطيلات والتجاوزات نتصل بالمهندس المعماري. المهندس المعماري يوجهني مش باش ناخذ رخصه برك لا ناخذ رخصه ويمشي معايا في البلان ويعمل لي متابعه وكان لازم ينصحني شكون المقاول كان لازم يعطيني لي بون بلان في الواحد هيك راهي الخدمه. سينو راهو مش ندخلوا في بالحق في مطبات معناها ماناش خارجين. هذا اللي تحكي فيه ما يفوتش 10% من الواقع التونسي اليوم للاسف صحيح للاسف. وهذا سكي وجندر الواقع العمراني اللي نشوفوا فيه نتاع المشهد العمراني كل من كثره المتداخلين ومنتحلي الصفه اللي قاعدين يخدموا في خدمه غيره. لكن هذا يلخص الكلام هذا. هذه لاحظت بالحقيقه هو البناء صعيب راه انت ما تبني تحب لك سنوات لكن الهدم سهل تجيب تركس تطيح اللي يتجاوز يطيح. انا حضرت على قداش مره لا الهدم راهو فيما يتجاوز الرخصه معناها مش معناها دار عنده تجاوز نمشيو ندوا له دار فيما يتجاوز الرخصه واللي ما عندوش رخصه راهو قرار هدم ينفذ. وهذا نرجع راهو باش نقول لك القانون اللي يطبق على المواطن المفروض الاداره زادة تنضبط له معناها ما فيهاش معناها احنا تو بيناتنا فما حد فاصل للناس الكل. شفت الثلاثي اللي كان يقول عليه مهندس معماري يعرف القانون بالضبط. الاداري مفروض يعرف القانون والباعث العقاري تو وقت باش تجبد انت على الباعث العقاري زاد هو يعرف القانون. وقت اللي الناس الكلنا ننضبطوا لنفس الحاجه راهو ما عادش فما تعطيل ما عادش نحكيو على مشي تحت الطاوله وفوق الطاوله وما عطانيش وما حبش يعطيني لا انا راني حقوقي محفوظه بمقتضى القانون. اللي تلاحظوا نعطيك انا حاجه انا لاحظت مواطنين بالخارج اللي هو في الخارج كي يرمي سامحني متاح اي وسخه في الشارع يلقى روحه يتحاسب وما يلوحش غادي منضبط. ما يفيقش بها بالكاميرات يجيك بني بدون رخصه برمي ودوزيام. انا واحده من الناس معناها كيف يجيني نقول له انت في الخارج معناها ما ترميش وسخه في الشارع تجي لبلادك معناتها باش تتجاوز وتولي تجي تقول لا ويخرج يقول من البلاد لا هو علاش راك ظالمها البلاد هذيا معناها هو ظالمهم موجود الامثله علاش على خاطر البرا انا نحكي لك في واقع خاطر البرا لو كان يعمل حاجه يجيو بس بالوقت يحاسبوه. لهنا يغلط ويزيد يغلط وما يحاسبوا حد. فما لو سونس دابونيتي وفما صحيت هي عقليه وهو حاجه معيشه. احنا في تونس الفساد كلا بعضه معناتها كل شيء فيه فساد.
احنا توا الحقيقه هنا تو علاش نثيروا في الحكايه هذه باش كان كل اداره معناتها تنضبط فيها شيء هو تطبيق قانون وحاجه اخرى اكثر من تطبيق قانون تكون مسؤول باش تنفذ بتطبق قانون مش سيب عليا وسيب عليا ما ناخوش. احنا تو برشا عباد وبرشا وانت اداريه وتعرف مدام برشا دي ريسبونسابل ما عادش يحبوا ياخذوا حتى مسؤوليه. يقول لك اني ما ناخوش حتى مسؤوليه اني ناخذ مسؤوليه من بعد نولي اني وصلي بالحبس اي فيها برشا اشكاليات فهمت. دونك تحمل مسؤوليتك مادامك انت ان طونك شيف ولا اداري وعطينك وظيفه عموميه في البلاصه كذا طبق قانون ما تخاف من حد. هو راهي المسؤوليه تكليف ومش تشريف باش نبداو واضحين. يعني واحد كي حطك مسؤول راهو انت مطالب بتطبيق. نرجعوا لنفس الجمله راه باش نخاف من شنو اذا كاني قاعد نطبق في قانون من شنو باش نخاف؟ راني محمي بمقتضى القانون. معناه القانون محمي بمقتضى القانون. وقتاش نبداو نحكيو على انه واحد باش يخاف يمكن ولا وقت اللي فما واحد يسميه اجتهاد واحد يسميه تجاوز. بربي مدام وقتها نولي وخرجنا من المقنن وبدينا ندوروا في لي بتي شومان هكا. هو سؤال صغير فقط معناها الشوانة الموجودة تو البلديات قاعدة تقوم بالرقابة يعني ولا إلا متجاهة ريكلاماسيون ولا جار قال ها الشوانة نتاع شنو؟ نحكي على البنية ديما نحكي بناء. شو باش نحكي لك خاطر ساعات تصير تجاوزات كان مثال جار ولا مواطن اشكى بفلان معناها تعمل رقابه البلديه ولا بطبيعتها تعمل لا هي راهو فما حاجات اللي نعملوهم مثلا اذا كان احنا خرجنا في معاينه شفنا حاجه مش مريقله نمشيو ديريكت نمشيو نعملوا معاينه. اما راهو قانونا المخوله بمتابعه رخص البناء ومدى معناها تطابقها مع الرخص المسلمه هي الشرطه البلديه وهي المؤهله برفع المخالفات قانونا وهي اللي تحيل المحاضر نتاعها للبلديه باش تصدر القرارات اللازمه ثم يحال التنفيذ على الشرطه البلديه. دونك هي منظومه من الداخل وحتى الشرطه البلديه زاد ما يشتبه البلديه. هي البلديات مش موجوده من يتنحى لها سلك التراتيب باش الناس الكل ما تختلفش فيه. كانت عندها اعوان بلديه انه كيف يبدا يمشي يعرف بلديته شنو اللي فيها ويعرف البني هذا شنو اللي صاير. هذه منظومه كامله معناها لا وعوان البلديه قاعدين يدوروا كل يوم معناتها يعرفوا كذا كان كل بروجي معناتها كي تزيد يجوره في البروجي غدو يعرفوا اللي هو احنا مشكلتنا من المفروض يدور من المفروض احنا مشكلتنا نبداو راقدين وبعد وقتاش بداها البنيه هذه. شفت انا توا راني باش نجاوبك بطريقه احكي لي على واجب المواطن. توا بكري انت احق واجب المواطن راهو مفروض مش كل مواطن نحطوا عليه عساس. معناها حتى كي تاخذها انت احصائيا نجموش نتابعوا احنا كيف نخرجوا 200 رخصه وطالبوا بواجباتنا. لا موافقتك طول زيد. اما ريتي مراد بكري جاب قال لك 10% من العباد المنضبطه. صحيح. كي ناخذوها 10% معناها معناها الرقم ضعيف ياسر. انت وللاسف الشاذلي ولا هو السائد. صحيح. معناها احنا توا ولينا وصلنا في المره اللي فاتت نحكيو هاو حاضر معايا في جلسه نتاع بلان داميناجمون كيفاش باش نحاولوا ننتجريو بناء دخل ما هوش فما زاد فما اشكاليات اخرى يمكن تجاوز ساعات حتى البلديه. كيفاش باش تحاول تلقى حلول اخرى؟ اليوم البلان داميناجمون بما انه لاحق للتهيئه جوستومون بلان داميناجمون بما انه لاحق على البني وليت يلزم تلقى في حلول اخرى بديله. وهذا اللي يخلي ساعات واحد مسؤول كيف كنت تقول يولي يخاف من الفصل هذا 96 ولا حتى من يعني مش مسؤول يعني لا احنا مسؤولين. ما صعبه كلمه مسؤوليه الحقيقه. ربي يكون في عونك مدام وفاء. في دقيقتين قبل ما نختم الساعه الاولى خاطر بالحق ملف خذا منا برشا وقت ونهار تحت صبحيه تحت بالي وهاي سامحونا لازم نحكي. اي به مراد دور المهندس في اطار اليوم نحكيو حتى على مستوى متابعه المواطن للرخصه نتاعو. فما حتى على اعتماد الرقمنه وشفناه في بلديه المستير ينجم يتبع رخصه البناء نتاعو حضرت ما حضرتش من خلال الرقمنه من خلال الموقع الرسمي زاد البلديه موجود. شفت الواحد نتاعو مزيانه هذه اي رقمنا وما ادراك ما الرقم قاعدين يخدموا عليها امورها نتصور تخدم امورها منظمه باهي خاطر ما عنديش رخصه باش نثبتك علاش اما موجوده الخانه انك تنجم تتبع الرخصه نتاعك عن بعد. باهي اليوم انتم من المفروض كما قلنا فما تكامل. كيفاش نجموا نلخصوا العلاقه هذه ما بين المواطن والبلديه والتعطيلات اللي صايره؟ شنو الحلول في الاخر ترى؟ الحلول اليوم البلديه يلزم فما شويه المواطن يلزم يكلف. لا مش سؤال فلسفي هو لا مش هو بالحق خاطر برشا مشاكل يحب يتكلم
وما يحب زاد ينسى حاجات اخرى. بالضبط. اليوم لا شوف معناها المشكل اللي اليوم المهندس معماري ساعات يلقى روحه معناها يجري في مشاكل اخرى ابار المشاكل نتاعو المهنيه. بالضبط. اليوم معناها المهندس يلقى روحه في اشكاليات مثلا عقاريه يجري فيها، ولا يلقى في حلول عقاريه اللي المواطن قبل ما يشري الارض ما زالش شاوروا عليها. معناها اليوم المواطن راهو ساعات لازم اليوم لازم تولي عندنا ثقافه نتاع الاستشاره. المواطن لازم قبل ما يمشي يشري ارض، راك باش تشري ارض كيما كنت تحكي هو الحصه راهي معناها ليبارني نتاع عمره الكل، وراهو لم برشا فلوس باش يشري الارض هذيك. راهو اضعف الايمان تمشي تستشير في البلديه الارض هذه منبثقه من تقسيم قانوني والا لا، وتمشي تستشير مهندس يشوف لك الارض هذه قانونيا تتبع التراتيب العمرانيه والا لا، مؤهله للبناء ولا لا. راهو فما حاجه مهمه برشا اليوم، راهو مش اي ارض فيها تيتر بلو وفيها بلان كاداستر معناها راهي قابله للبناء. هذه حاجه مهمه برشا بتقدر تشوف اليوم العباد، لكن راهي حاجه مهمه برشا مش بشرط هي تكون مؤهله. امشي اسال انت اهل الذكر، يا تستشير في البلديه يا تمشي تستشير المهندس المعماري اللي تعرفه. واليوم كي تكلف مهندس معماري باش يبدا لك المشروع نتاعك بالبناء، راهو يلزمك ماذا بيه يبدا معاك من الاول، من التصميم الاولي والتفكير بتاعك والحلم اللي باش تبدا تطبق فيه، لين باش يطبقوا على ارض الواقع وعلى ارض القانون في ملف رخصه البناء، لين للمتابعه نتاعو، لين يوصل تاخذ المفتاح نتاعك ان شاء الله ربي يسهل. هذه الثقافه اللي لازمها اليوم تصير. وحاول حتى كان دخلت متداخلين اخرين خلي ديما الارشيتكت هو لو ماتر دوفر نتاعك انت. هذه نصيحه اللي ننصحها للناس. والله دورنا في عندك ما تختار معناها ديما نوصلوا للمواطن انك يلزمك تمشي لاهل الذكر. والله باش نضيف مطلب التسويه بالنسبه خاطر برشا اسئله وردوا علينا بعجاله مدام وفاء. مطلب تسويه وضعيه مثال تهيئه اللي خديتوه وخدمتوا عليه، خدمتوه بالفوتو اريان قالوا لك ولا بالجوجل ايرث؟ ما فهمتش السؤال. كيفاش خدمتوا عليه؟ وضع لي مخدوم بفوتو ايرين. انا بدي جوجل ايرث مخر شويه. لا بالفوتو عندهم فوتو ايرين خدموا عليها، مي بون الفوتو ايرين ما نعرفش من دات بالضبط اللي خدمت، خاطر الموضوع حق سبقني انا كمدير اداره يمكن توا ما نعرفش نجاوب عليه اكزاكتومون. باش تحب نضيف حاجه اخرى اللي نهار الاثنين هذه 15 ابريل 2024 تم افتتاح فعاليات ورشه تشاركيه تحت شعار حوار حول السكن. وهنا نسمنوا الحكايه هذه فما اعطاء اشاره لانطلاق مراجعه استراتيجيه السكنيه بتونس اللي صارت من سنه 2014 ما تحيناتش. دونك فما ورشه مع وزاره التجهيز والاسكان وبرشا فاعلين باعثين عقاريين وغيرهم معناتها اللي الفاعلين في هذوما. ان شاء الله باش نحكيو عليها ان شاء الله. وان شاء الله نتمناو زاد حتى كبلديه ولا مهندسين بالنسبه للتصاميم المنازل والرخص بالنسبه للمنازل يتم تحديد. لازم تعمل الماجل باش تحاول تلم كما تعرف من الاشكاليات اللي تعيش فيها بلادنا، تولي حتى الديار تكون مهيئه بماجل ولا كيفاش تنجم تلم الماء في الوضعيه اللي تعيش فيها بلاد. نحب نشكرك برشا مدام وفاء، شكرا جزيلا مدام وفاء الكندوز، مهندسه رئيس مديره الاداره الفنيه ببلديه المنستير. ما حكيش برشا معنا اليوم سي مراد بسباس، ان شاء الله تجدد اللقاء معه في موضوع اخر عن هيئه